عايزة تنمي عند ابنك مهارات الانتباه والتركيز والمهارات الفنية والعقلية؟ جايلكم النهاردة بشوية أنشطة هتساعدكم في ده. يعني مثلا نشاط زي اللي قدامنا ده ينفع مع صعوبات التعلم، كمان لو عايزين ان هم يتعلموا العد والأرقام عن طريق ان هو بيربط كام عدد الجزر مع الزهرة. وهنا اقدر اعلمه الانتباه والتركيز عن طريق ان انا هقوله على هدف معين وهو هيركز علشان يصيبه. كمان الأنشطة الفنية مهمة جدا علشان تنمي قدرات الطفل العقلية عن طريق ان انا بجيب له شوية الوان وهو بيعرف يقعد يعمل شوية حاجات كده فيها، فهيزود عنده المهارات الفنية. ما تنسوش لو انتوا بتتابعونا من صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة تعملوا لنا فولو واعجاب للفيديو لو عجبكم، واليوتيوب عاطف وعاطف مع ميس مرام لو بتتابعونا من خلاله. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للفيديو لو عجبكم. كمان الأنشطة الفنية بتطور عند الطفل المهارات الإبداعية والتخيل والحاجات دي كلها، كمان بتضيع له وقته وبتخليه يعمل حاجة مفيدة. ما تنسوش لما تروحوا البحر تبي تقولي لابنك ان هو يجمع الأصداف دي علشان هتعملوا بيها نشاط حلو جدا بالألوان، وبكل بساطة هنلزقها على الخيط ده او اي حبل متاح عندك ونحطها في اوضة زينها. كمان ممكن بالكوبايات الورقية اعمل معاه النشاط ده واعلمه كلمة الروكت، موجودة ومتاحة في اي حتة، وورق الكرتون ده من اي مكتبة. كمان بنفس ورق الكرتون ده وبالمقص الآمن بتاع الأطفال نقدر ان احنا نعمل كليفازة فيها ورود بالورق ونحطها زي بورتري ولوحة كده في أوضتهم، ونقول لأي حد يجي ان هم اللي عملوها. كمان لو عايزة تطوري عند ابنك مهارات لغة الحوار والكلام، لو ابنك عنده تأخر، عن طريق تقوية عضلات الفك بالنشاط ده ان هو هينفخ في الشاليمو علشان يمشي الدودة. كمان النشاط ده علشان اقوي عضلات الفك برضو عن طريق ان انا هجيب سائل صابون ومية وشوية الوان ومناديل، وهحط الحاجة ديت كلها زي ما احنا شايفين كده واخليهم ينفخوا جامد علشان يطلعوا لنا رامبو. كمان الأنشطة الفنية ديت مهمة جدا في ان هي هتضيع وقت الطفل علشان ما يبقاش قاعد كتير فاضي. عايزة اعلم ابني كلمة بوب كورن، هعمل معاه النشاط ده عن طريق ان انا هرسم له كلمة البوب كورن كده، وبشوية مناديل هعمل له الفشار. عايزة العب مع ابني، هاتي دبل فيس وحطيه كده وحطي حبة جليتر فيه ومية وانفخيه والعبي معاه. عايزة تعلميه امتى انام وامتى اصحى، اعملي له الاكتيفيتي ده، وسهل قوي وبسيط جدا وبأي حاجة. عايزة اعلمه كمان كلمة كورن، هجيب اي فوم جليتر، مش شرط الخامة اللي موجودة قدامنا دي، او ممكن فوم عادي من اي مكتبة واعمل كده. كمان بورق كرتون اقدر اعلم ابني كلمة grapes بشوية ورق ودبل فيس، هعمل كده. كمان هكمل لعب معاه واعمل طيارة عن طريق خافض اللسان وشوية خيط وإزازة فاضية مش محتاجاها. كمان هنا أقدر أعلمه الألوان عن طريق سفنجة أخليه ملون وأخلي كل سفنجة فيها لون، وهنا هعلمه الألوان. معاكم ميس مرام في مشكلة كبيرة وحل بسيط. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام أسامة، وعلى الانستجرام مرام أسامة، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب.